عمري لا خنت حد ولا بعت حد. اللي قدامي محمد إمام حمزة الدباح شخصية بتجبر على الفقر. ازيكم عاملين ايه؟ لايك وسبسكرايب ولا بينا نبدأ. حمزة الدباح ما كسبش لا فلوس ولا عيشة ولا تعليم. ده ما كسبش ولا حاجة في حياته، لا فلوس ولا عيشة ولا تعليم. وده سبب إنه ساب الملاكمة لأنها مش بتأكل عيش، ودفعه لتجارة السلاح مع عمرو عبد الجليل ضمن أحداث المسلسل. بعدها المعلم بنفسه بيخطف حب عمره هي حنان مطاوع. انا جاي لك بخير كتير قوي. اهو الرزاق باعت لك ملاك. بيتفق مع تاجر سلاح تاني اللي هو كمال أبو ريا، بيبلغوا الحكومة عن طريق كمال أبو ريا. الاتنين بيتفقوا على عمرو عبد الجليل. انا لولا مسكت ضبط النفس انا بيسأل منه شحنة وده بيعرض حمزة للقتل هو وأهله. وهنا نشوف أحداث إن أمه توفت. ده هيبقى بسبب محاربته عمرو عبد الجليل، والأحداث بعد كده هتبدأ بتصفية من تجار السلاح. كرمتها. أنا حامل من أكتر راجل كرهته في حياتي. ودي بيتوزع منها لمصر كلها، ده حسب أحداث المسلسل. وهنا بيظهر هو مصطفى خاطر بيسلموا شحنة، هما الاتنين هيبقوا أعداء بسبب إنه عادة المعلم بتاعه. زمزم جابت سكينة المغرزتها في قلبنا كلنا. بس بعد فترة يرجع يتحالف معاه تاني لما الصراع يشتد عليه، لأن أحداث المسلسل هيبقى عدوه وهيرجع تاني يبقى صديقه في وقت الأزمة الحقيقية. يلا نخش في التفاصيل. حمزة يزعل إنه يبقى شغال عند حد وهيبدأ بتصفية كل التجار التانيين بسبب إنه عاوز يبقى المعلم ويحرقهم كلهم في السوق ويبقى رقم واحد، وده هيؤدي لصراع بينهم واغتيالات كتير بينهم. وهيتعامل مع الموزع الرئيسي وهيتكلم معاه واللي هيسمح له يصفي كل دول مقابل إنه يسرع عملية البيع وإنه يبقى مسيطر حقيقي في السوق. اخويا بس عدوي. فلوسي فين يا؟ هنا بنشوفه وهو يبقى يشتغل معلم وهيجمع فلوسه من السوق عن طريق التوزيع وعن طريق إنه يبقى هو محتكر. وده هيبقى الصراع الرئيسي بينه وبين كل تجار السلاح على مين يسيطر. وهنا هيحاول ياخد كل حاجة الدنيا خدتها منه، الفلوس والعز وحبيبته اللي راحت منه. حبيبته كانت حامل من عمرو عبد الجليل ضمن أحداث المسلسل، واللي اتجوزت عمرو عبد الجليل بسبب فقر دباح. هو مش هتبقى رقبتك لوحدك. واحنا جاهزين لكل حنان مطاوع طالعة بدور معلمة تضرب عمرو عبد الجليل قدام الناس كلها، ده يبين شخصيته الضعيفة وسيطرة حنان مطاوع عليه. لا تحاول ترجع لحبيبها وتسقط نفسها. مفيش حد غير لما اخد روح اللي عمل كده. مش هسيبك يا حمزة. وزي ما شفتوا الدباح هيحاول يسيطر على السوق، اللي انت ماشي فيها دي سكه وعرة يا حمزه. وهتكمل الأحداث بسيطرة كاملة منه ورجوع لحبيبته. في دراما حركية وأكشن وهيبقى إنتاج قوي جدا وأكبر إنتاج في الوطن العربي. متنسوش لايك وسبسكرايب للدعم. أشوفكم فيديو جديد. سلام. من النهارده الخصوص ليها كبير واحد اسمه حمد.